والدنيا كانت نوم، والناس ورا الأيام تغزي الخيوط الضوء. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوف. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم بتسوف. كل الحكاوي هنا كاسيها سمر الليل، أو لون بيوت الطين المبتغى بالسيل، أو ضحكة الشقيان وقتين يغلبوا الشيل. حتى الغناوي هناك دايرة على جمة حيل. روات حكاياتنا والقمر يا دوبة مرسولة في خطوات شايلاها حبابة، دساها في روحها صراها في توبة، دغراها للأجيال. باكر باكر بغنوبة، باكر باكر بغنوبة. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم السوف. كان العشم واقف تحت المطير الشوق، والحلة محنانة ما عارفة شم السوف. حاضرنا ما غايب واحلامنا ما غابت، والباكر المأمول في ضحكة انسابت. قدامنا باقي طريق والغيمة لو صابت، نملى البوادي حكا وتبقى النفوس طابة. روات حكاياتنا والقمر يا دوبة مرسولة في خطوات شايلاها حبابة، دساها في روحها صراها في توبة، دخلاها للأجيال. باكر باكر بغنوبة، باكر باكر بغنوبة، باكر. عبد العاطي بدك تشيل لك زول قدرك، امشي دخل الولد ده جوا ونادي له بالزينب تدي الحقنه. الزينب تطير عيشتها من دخولها في البيت يوميا، وعلاجها لولاد عبد العاطي لو امتحنت مع طلبة الطب كان جات الاولى. عبد العاطي الولد ده بتاع ملقه طايع وفلاج، اسمع كلامي وامشي دخله جوا ونادي له بالزينب هديه ورضيه، وعمرها ما بتقول لا، مما قرت كورس الاسعافات الاوليه وهي في خدمه الناس. وانت ما قريتي لي شو؟ ها؟ ما كان ريحتينا من التلتله دي؟ عبد العاطي عبد العاطي عبد العاطي اسمع كلامي، اقيف. امشي وخدت البستله بتاع اللبن قبل ما يجي، ها؟ وزوغه طوالي. كويس. أنا ما دخلتني مدرسة يا عبد العاطي، حاسس المتزوجين كلهم بيعملوا عمايلك دي. الله يا حاج محمد طلع البسلة اللبن. الله يا حاج فرح طلع بالسلة ذاك اللبن جا. اللبن جا اللبن جا اللبن جا. اللبن عوضية طلع بالسلة اللبن جا. اللبن
فيها أنا يما. لبن جا لبن يا حاج عبد العاطي. اللبن جا حضر بالسله دي. عاوش إن شافك تقولي له وشنو، وهو 3 شهور ما أخذ له ولا قرش. الاعتذارات كملت، الكذب كمل، الصبر كمل. الله يكمل عمرك يا عبد العاطي، كان كملت عمري. الشاي نشربه أحمر إن شاء الله مسيخ. هو الطاعم في البيت شنو؟ يمكن ما جاي يا بتول، الوقت ذاته بدري. عاوش وقعت الليلة، وقعت الليلة وقعت رميتوها. عاوش وش أها قمرة يا حاج. ثلاثة حقن دي فاية خالص. ها تعرف ليه؟ عشان الجسم ما يحتاج على الأدوية والعقاقير وهناك غير المقاومة الطبيعية. كويس؟ لكن بس تسمع كلام أبوك. ها؟ ترتاح كويس، تنوم كويس، تشرب كويس، تاكل. لازم يتلاقي حل، لازم يتلاقي حل يا بتول. من هنا لهنا لازم يتلاقي حل. كسر رقبة لازم يتلاقي حل. دي ما عيشة، دي ما حياة، دي ما حياة. عبد العاطي، أصبحنا بسيد الصباح. خلاص موال الصباح بدأ. لأنك أنت سببه، والطريقة اللي عايش بيها حياتك سببه، شغلك سببه، تفكيرك سببه، طموحك سببه. صحصح يا عبد العاطي، صحصح صحصح وفكر، فكر في الحل. عبد العاطي ده عبد العاطي ده حاوي سوبرمان. سوبرمان طرزان. انت عبد العاطي ده عارفه قايله شنو؟ عارفاه منو؟ انت قايله لي انا سلاله امراء وملوك. انا مع عبد العاطي ولد حاج الخير اللي كان شغال عامل دريسه. لما مات وخلى وراه 4 نسوان، في حبله 4 نسوان و23 شافع. ابوي من كثرة الاولاد اسمي لما مات ما بيعرفوا. انا قمت بروز يا بدور. انا ما قعدت دي حيلتي وقدرتي. عبد العاطي يا بنت، قوم امشي لاخوانك هناك. عبد العاطي خلينا نقعد نتفاهم بالراحه وبرواقه. يا بنت الناس دي حجوة ضبيبينا. الدنيا دي كلها معصية. ما الناس بس، حكومات ودول. امريكا دي لمت فيها ازمه اقتصاديه طاحنه. انت اوباما ما شفت في التلفزيون وشو شاحب كيف وشعره مشيب في امريكا بشيب؟ يا بنت الناس عليك الله، خلينا من الصباح ده نمشي نشوف شغلنا وارزاقنا.
عطا الأخر كده شنو؟ كنت بتابع لي في فيلم في التلفزيون فوقه قصة حب فيها جلسة شديدة خلاص. فيلمك ده أنا هدرته زمان، مشاكل وجرسة شديدة. بالمناسبة يا سعادة، الواحد لو خلى عاش في عالم العزوبية وخلى عالم النسوان المزعج ده مش كان أحسن؟ ها؟ منو اللي قال أنا عرسه؟ نحن وليدات صغار لسه سنون اللبن ما يتكسرن. بالمناسبة يا عبد العاطي، بالمناسبة أنت مستسلم وما عندك طموح. بالمناسبة وتفكيرك بالمناسبة يا عبد العاطي تفكيرك متأخر شديد جدا. الناس غيرت حياتها في يوم وليلة، وانت طاقتك في راسك ما قادر تغيرها يا عبد العاطي. اجي يا بنات امي، اجي من رجال الزمن ده، رجال الزمن. أنت يا عبد العاطي لمتين حياة الجريدة؟ والله زي ما قالت مالتي بتقول، رجال التابع بناتي. غلبني يما. الصبر كمل والحيلة كملت والقدرة كملت، العمر ذاته كمل يما. والله بالصورة دي يسمع تبي مجنونة يا ميتة. لا ما في حل، ما في حل يما، إلا الزول اللي اسمه عبد العاطي ده يلقى له حل. قلت شنو يما؟ آي ما في حل، ده قرار النهائي. ده قرار النهائي. قلت لا يا عبد العاطي أنت حتى تركيا مشيتها؟ دخلت لها من العراق، ولو ما اللغة غلبتني كنت هسه أكون في اسطنبول وأشجع في فريق فانبخ. الجري جرينا في الدنيا دي ما خلينا بلد، لكن الحظ ما ضرب. نقعد في البيت نكتب شعر وندي الدنيا دي على راسها، ولا نمرق نشوف رزقنا ورزق أولادنا. في زمن صعب زي ده الزول يعمل أي حاجة. درب المعيشة ما فيه نبيشة. رضا متون متون متون. إنني أعطيت ما استبغيت شيئا زي ما قالت أم كلثوم، ولا شيء ولا ذرة من قدرة أو محاولة ما فضلت. عبد العاطي حاجة الخير شطب كمل، مشى على عجل الحديد
كلام غير ده اوعى تصدقه. ليبيا بالصحراء 13 يوم على ظهر الشاحنة، 2 في سمراء والبصرة، والحرب العراقية والإيرانية مولعة زي جهنم، وعبد العاطي فتش لرزقه من تحت البارود والدخان. جبال عسير، ميدان العتبة، سوق الشورجية في بغداد، في الريز قطن في محل جلباقير، تايم كيبر في مصنع البان بابا نوسة، أزلوا والسودان وسواكن، أزلوا الشناوي وقعروا عم عبد العاطي وهو بيشتغل مع عمال التفريغ في الميناء. أزلوا أي زول، أزلوا أي مكان، أزلوا الدنيا كلها. عبد العاطي، يا عبد العاطي، اقعد. اتحداهم يا مصطفى، اتحداهم واتحدى اي زول لو قال انا مقصر معاهم. عبد العاطي شنو يا عبد العاطي؟ في شنو؟ اهدى يا اخو، روق ورينا حصل شنو؟ اتصل لدرجه انه يفوتوا لي البيت. ها؟ تمشي تسوق الاولاد وتمشي لهلا؟ ها؟ تمشي لبيت ابوها يا مصطفى. انا عبد العاطي حاج الخير، تخليني في خشم الناس حكايه يقولوا ما قادر يعيش اولاده. يا عبد العاطي ما في زول حيقدر يقول عليك اي حاجه والله. يا مصطفى انا بقيت زي القطع في الارض المالحه. انا بقيت اقفل في الرصيف واخد الكرتونه في راسي من حر الشمس. انا بفطر بكوبايه شاي وقطعه رغيفه. انا بقيت زي المرسول زي كاكي. ايوه زي كاكي، بختفي من البلديه. انا عبد العاطي يا اخي، روق في شنو عبد العاطي؟ عليك الله يا عبد العاطي، بحق الخوة والصداقة والجيرة وبألف حق وحق بيني وبينك، ما تتكلم وتسكت ساي. بس لكن بدون شروط. يا أخي أنت قايلها نزاعات بين دول؟ يا أخي ده نزاع مؤقت بين اثنين بيحبوا بعض يا أخي. مصطفى بالله أقول لك حاجة يا عبد العاطي، طيب الموبايل اللي في جيبك ده لسه فيه صورة قلبين وبيناتهم سهم. بعدين شوف يا عبد العاطي، اقول لك حاجه، احمد الله يا اخي، قدك مره بتزعل وبتتشاكل، تعرف الحاجات دي تعمل تجديد للحياه، تجديد للعواطف، لكن نحن وين يا اخي؟ الله ادانا مره مطيعه يا اخي لا في تجديد للحياه. بالمناسبه المساله دي صعبه جدا جدا. الله يقسم لنا مره شكاله. وطي صوتك. أبوي؟ أمك كيف؟ كويسة. جدك كيف؟ كويس. عبد العاطي، نحن عشان نضمن اولادنا دين يعيشوا كويس ويتعلموا كويس وياكلوا كويس، نحن لازم يحصل لنا تغيير لحياتنا دي، وتغيير جذري. تاني رجعنا للحلم. اي شيء في الدنيا دي بيبدا بحلم. يعني احلم من فراغ، احلم وعيني مفتحات. والله الا بكباس يخنقني كده يفطسني. لو انتظرنا عشان نفوز لنا بجائزة، ولا يجي فاعل خير يدق بابنا، ولا نمشي نحفر مجرى المطر عشان نلقى لنا كنز، حنطول وحننتظر كتير،
وحتطول معانا حاجات كتيرة وانت عارفها. يا أخي الزمن ده الزول بيخترق الفرصة، بيخترقها من عدم يا أخي. يا أخي ما بنخجل؟ زولين اتنين طول وعرض ما قادرين نلقى لنا حل لمشكلتنا. يا أخي ها سرحت وين انت؟ اديني فرصة افكر تاني. الرزق اللي لقيته زي رقية الجداد للإيش ده، الله يخلينا بخير يا عبد العاطي. الدفار لمتين يا عبد العاطي، لمتين. انا هديك والفينيجات يخليني الله خيره. امسك يا عبد العاطي، امسك. انا ماشي وين يا سعيد؟ سايق اولاده وماشي مكان ما فوت ميت. إرفت شقا وحر إرفتك فيه. ودعتك الله يا عبد العاطي. الرزق اللي لقيته زي رقية الجداد للإيش ده، الله يخلينا بخير يا عبد العاطي. أنا هديك والفينيجات يخلينا الله خيره. أمسك يا عبد العاطي. لو انتظرنا عشان نفوز لنا بجائزة، ولا يجي فاعل خير يدق بابنا، ولا نمشي نحفر مجرى المطر عشان نلقى لنا كنز، حنطول وحننتظر كتير. يا أخي الزمن ده الزول بيخترق الفرصة، بيخترقها من عدم يا أخي. أن إحنا عشان نضمن أولادنا دين يعيشوا كويس ويتعلموا كويس وياكلوا كويس، أن إحنا لازم يحصل لنا تغيير لحياتنا دي، وتغيير جذري. أي شيء في الدنيا دي بيبدأ بحلم. عامل لنا مطعم وهيصه وكبسيه وسط البيوت. قدرت تلم لنا العطاله والشماشه والمتسكعين صح؟ ها؟ قدرت تهتدي لنا عن حرمه المواطن وحرمه البيوت دي. يا زول هي ده بيتي ومن حقي اعمل اللي عايزه. ما من حقك. من حقك كيف؟ اعلى ما في خيلك اركبه. يا رجال هاي يعني احنا ما في غابة، والقانون ياخد مجراه. ايوه القانون ياخد مجراه. عدم التصديق أسوأ مشكلة يا عبد العاطي. المشكلة في رهن البيت يا بدور. رهن البيت نشيل القروش نرجعها للزول زي ما حصلت حاجة. بعدينك البدايات دايما بتكون متعسرة. أرح يا عبد العاطي. شفت يا عبد العاطي، تشتغل في السمسرة وتشتري المحاصيل في موسمها، وبعد ذاك تبيعها في أيام الندرة، وتسافر لأولاد الحل المغتربين وقروشهم تجيبها في بضايع. ما في زول بيتولد كبير يا عبد العاطي، ولا يأس مع الحياة. حتنجح يا عبد العاطي. المرحلة اللي فاتت انتهت وتعديناها يا عبد العاطي، انتهت للأبد. مالك سكتي؟ بدعيني لبيت الناس مالك؟ عارف ده بيت منو؟ ده ما بيت المزول اللي في الحزب.
عليك يا مصطفى. عبد العاطي حلوين كده يا اخوي ما شاء الله. مشوار قريب وفي غاية الأهمية. وطيب المشوار اللي في غاية الأهمية ده شنو؟ لا بس خليه مفاجأة بالنسبة لك. مفاجأة؟ أنا يا ريس منذ الصغر والصبا المبكر مؤمن بأدبيات وقضايا الحزب وأفكاره العليا، ومؤمن بأدبياته وتجلياته ونظرته الصائبة لقضايا الجماهير وشرف الأمة. لا لا أصله ما تحاول يا مصطفى، صاحبك حذرني وقال لي المفاجأة تعلن عند حينها. يا أخي أنت ما سمعت بالخبر الليلة بقروش وبكرة ببلاش؟ بس كده يا بتول حتخلينا عايشين على أعصابنا. كلها لحظات، عيش على أعصابك. طيب حاول. يلا فتك بعافية. الله يعافيك. طيب يا ريس مع السلامة إلى أن نلتقي. عبد العاطي انت دي مش عربية أيوة عربية رئيس الحزب. طيب الناس دي اللي اتجمعك بيهم شنو؟ المبدأ، الفكرة، التاريخ المشترك. مبدأ، فكرة. ما قلت لك لابد من صنعاء ومن طال السفر؟ ما قلت لك الخطوة الأولى بتبدأ من عترة؟ عبد العاطي وصل قبل ما يمشي يا عسل. أنا لما شفت زهدك وتواضعك يا عبد العاطي، لما شفت بيتك البسيط المتواضع، حسيت إني أمام شخص تمام، صادق تمام. المبادئ العظيمة ما بيدافعوا عنها إلا الناس الصادقين. الناس الصادقين زيك يا عبد العاطي، الناس اللي ما غرتهم الحياة بملذاتها وبملاهيها. ما تشوف البيت الفخم والعربية دي غربة طويلة برا البلد، غربة سنين وسنين تحملتها يا عبد العاطي عشان أرجع أدافع عن الفكرة اللي أنا مؤمن بها زيك تماما وبدون مقابل. نحن الليلة ماشيين وين يا ريس؟ احنا إن شاء الله ماشيين مكان اقتضته الضرورة والمصلحة العليا. نحن يا ريس جاينك بخصوص انك تنازلت كثير عن مبادئ الحزب. مبادئ الحزب؟ كيف يعني؟ الكلام ده عيب يا أخي. يا أخي ما ممكن تقول للرئيس
انه هو يتخلى عن المبادئ. انت منو ذاتك؟ الكلام ده فيه سوء غص. كيف تقول للرئيس انه هو يتنازل عن مبادئ الحزب؟ ده كلام غلط، ده كلام عيب. ده بدافع عن الحزب وما متغير وماسك كل القيم، بيتكلم عن كل الحق. تجي تقول له انك انت تتنازل عن الحزب؟ اذا دي وجهه نظرك، اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود قضيه، فانت ما تقوم تتكلم بكلام ما حقك. وانت مالك وماله ذاتك؟ انا مالي ماله؟ هاي انا مالي ماله؟ انا بتكلم عن القيم والمسلم. وسواد يا بتول عليك الله يا اخي، اهدي وتماسكي وان شاء الله ما يحصل الا كله خير. ابوي جا عبد العاطي، عبد العاطي عبد العاطي، ما اقدر اتكلم مع اي اسم. عبد العاطي. يا بتول معلش الظاهر الوقت ما مناسب، خليه يرتاح شويه وانا بمشي وبجيه مره ثانيه. خلاص كويس. عبد العاطي، انا بس قلت الكلمه بشجاعه وبفكر. قلت لهم نحن نقف مع الحق ونساند الحق. ف ده الكلام اللي قلت لهم نحن لازم نكون يد واحده في مع بعض. اتاريهم مختلفين اثنين، ديل بيجاي وديل بيجاي، بس بركت برا. بس لقاني كده قام قال لي انت بتعرف الحق؟ انت قال لي انت طفيلي ايه اللي الحق، ونقف مع الحق ونساند الحق يا اخي بالله. بس ما قلت له بتكلم معاه، قلت له يا اخي ده كلام منطقي، ده ما كلام منطقي. لو طوالي راح ضربني، ضربوني كلهم طفيلي دخيل لب ضرب وقع في ضرب. انا بقيت واقع في اللي هنا كده. قلت له يا اخواننا لا يعني ما بلنا كده ما في اختلاف. نحن ما نختلف، هاي صح نختلف مع بعض، لكن احنا ليه ما نكون مع بعض ونساند بعض. ده الكلام السياسي. انا اللي تعلمته في لحظات مع الزول ده، عرفت انه نقول الكلمات دي، نتحد، نبقى مع بعض وهنا كده. لكن هم اي ناس دايرين يكونوا براهم، اي ناس دايرين يكونوا براهم. لازم يعني انك انت سياسي لازم تختلف، لازم يكون في. انا ما كنت عارف انه في السياسه في الزول ممكن يختلف، يكونوا ده براو وده براو، وجهه نظر ووجهه نظر. بس انا بس انه ده بس شفت يا بتول، لانه انا قلت لك ما بعرف، انت دايره تعرفيني. ما مشكلة يا عبد العاطي. أصلا البدايات كلها بتكون فيها مشاكل وفيها عترة، والعترة بتصلح المشي. العترة بتصلح المشي؟ دي عترة؟ دي عرجة، دي عرجة. أنت لسه صاحي؟ أخوانك كلهم ناموا. وبعد ما خلينا ننام. عشان الباعوض ده أنا الليلة هحكي لك أنا عايزين نعمل شنو. بكرة أنا وأبوك من الصباح بدري حنمشي البر عشان نمشي نجيب لنا سلافية. شفتها؟ حنربي الأبقار، ها؟ وحنربي الماعز والضان، وحنجيب الدواجن برضه حنربيها. وأقول لك حاجة، هعمل لكم طحانية كبيرة تلعب فيها أنت وأخوانك وأولاد الحلة. ليه ساعدك في الفيلا؟ شفت ساعد ده بالذات لا هو لا أمه ما بيدخلين المزرعة دي. يلا بعد ده ارقد نوم، ونحن الصباح بدري أنا وأبوك حنمشي المشوار بتاعنا. مشكلة البداية دايما متعسرة.
قلت المرة دي حنمشي الأراضي ونقدم نشيل لنا قطعة بتاعت أرض على شرط تكون 1000 متر. نشيل 500 نبيعها، وال500 الثانية نشيل قروشها نبني بها الأرض. ال500 الثانية نبنيهم طابقين، نسكن في الطابق التحت، والطابق الفوق نعمل الشقق، نأجر الشقق، نشيل القروش الإيجار نخدها في البنك، ونشيل القروش ونخدها في البنك. لما تبقى كتيرة نشيل القروش اللي في البنك، نمشي نشتري تاني قطعة أرض تكون كبيرة ونقسمها على 2 ونبني دي طابقين والجزء الثاني طابقين، ونشيل قروش الإيجار كله نوديه وين؟ البنك. والشهر اللي بعديه نشيل قروش الإيجار ونوديها البنك. لما تبقى لنا قروش كتيرة تاني نمشي نشتري لنا تاني قطعة أرض. بعد ذاك نقوم نبني لكم فيلا كبيرة، كل واحد ادوه شقة براو. أما أنت أول واحد حاشتري لك عربية، ما أنت الكبير، الكمبيوتر حقك برا، اللابتوب حقك برا، أي حاجة عايزينها نحن بنعملها لكم. وحتبقى استثمارنا شنو؟ أراضي، بيوت، أراضي، بيوت. لما نبقى فوق شنو لك؟ برضو ما في جديد يا بتول. ما في مشكلة، البدايات دايما متعسرة. أرح بكرة من الصباح أنا وأبوه حنمشي نقدم شنو؟ عايزين اللوتري بدري. حنمشي وما حنسحب ولا حنكل ولا حمل. لو ما طلعت لنا تاني ما حنسحب. وأول ما نمسكها نسافر نمشي أمريكا. في أمريكا هناك لازم تاكلوا كويس، تتعلموا كويس. حقريكم أقول لك حاجة، الإنجليزي ده أهم حاجة إنكم تتعلموا وتقروا. بعدين ما هي قراية، لازم تكون قراية بشهادات غيمة، عشان لما نجي البلد دي نجي نحن قويين ومتينين، عندنا شهادات وعندنا قرش. أول حاجة أنت لازم تقرأ طيران، واحد من أخوانك علوم فيزياء، لازم تقرأ لي قراية كويسة عشان لما نجي راجعين هنا تكون عندك شهادات، نبني كويس ونعيش أحسن عيشة. أنت نمت؟ خلاص نم. بدين الواطة تصبح عشان أقوم أمشي أقدم للهجرة. لا حياة لمن تنادي. أصله ما في مشكلة، كله لخير. البدايات دايما بتكون متعسرة. أرح هذا البيت هو شوف حقكم كم بكره ما داير اي حاجه منه يا اخي كله. يا ابن العم، يا ابو الشباب، بقول شنو يا ابن العم؟ اول حاجه البيت ده فيه اسر وفيه اطفال، وبعدين لو في مشكله يا اخي نحاول نحلها بطريقه اخلاقيه وبابعاد انسانيه. انت منو يا اخوي؟ انا؟ كيف انا منو؟ انا اول حاجه جاره العزيز في الحله دي واخو مرته. طيب يا جاره العزيز، عندك اعتراض في امر المحكمه؟ صاحبك ده ما قدر يسدد، كسر. الناس لو فكرت بهدوء وبتروي وتفكير أصله ما في مشكلة يا عبد العاطي، لأنه عارف أصل البدايات بتبدأ متعسرة، لكن ما بتأثر مع الحياة.
Thank you.